مبادرة تعالى دمياط. عبد أسامة الزيات برحب بحضراتكم جميعا. عايز في الفيديو ده الناس اللي بتحب فن الموبيليا، نوادر الموبيليا، الحاجات الطراز القديم او نوادر، حاجه مش هتقابلك كتير، تركز في الفيديو ده عشان هفرجكم سفره نحاس قدام حضراتكم للناس اللي عايزه حاجه سوبر كلاس ايه وتوفر برضه فيها كتير. مبدئيا السفره دي 78,000 جنيه في كل الدنيا يا فندم. مجرد ما تشتريها من مبادرة تعالى دمياط هتوفر اكتر من 15,000 جنيه واكتر كمان كتير. هقول لك سعرها دلوقتي داخل الفيديو. صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويلا افرجك على السفره. بسم الله الله اكبر. ده منظر النيش يا فندم، والله الذي لا اله غيره. تحس كده ان هو فيلا في نفسه او عايز قصر، مش عارف اقول ايه، بس هو حاجه الله اكبر عليها. رزق اللي بيشتري ورزق اللي بيفهم موبيليا وعايز حاجه فعلا مميزه ومختلفه. واكدت عليكم هنقول السعر على العام في نهايه. نكمل معايا في الفيديو ده. بسم الله. دي يا فندم الطرفه الاولانيه معمول لها 4 رف ازاز. الناس بتعمل 2 أو 3، دول 4 قدام حضرتك يدوني باكيه 2 3 4 5 باكيات للتخزين يا فندم. دي الضرفه الوسطانيه. الضرفه الطرفانيه يا فندم بسم الله. كنا قلنا نفتح المفاتيح ده يا جماعه في الفيديو وكل مره بننسى. طب هما الاثنين مقفولين، بس هما الاثنين رفين ازاز ورف ايه خشبي زي ما حضرتك شايف. ده النحاس كده على الشغل كله داير مندوب. نحاس طبعا حر ونحاس اصلي. السفره واقفه على 4 رجلين دوران زي ما حضرتك شايف. كل ده يا استاذي نحاس حر، نحاس حر، كل ده نحاس حر. ده فن الرسم على الاخشاب بقى، فن دمياط وجمال دمياط. طبعا القشره ملزوقه بطريقه سمبوكسات، يعني هنلاقي نوعها سمبوكسات او 7 و8. بيديني اللي انت شايفه ده حاجه في قمه الشياكه. الترابيزه بتاعتنا برضو اخده فن الرسم على الاخشاب على الاسره كلها، وحاطين لها ازازه شفاف 10 مللي، منها تتحمل العمل ومنها تبين الفن الجميل اللي تحتها. الغرفه ب6 كراسي بالمنظر ده، بس لو حضرتك عايزها 8 كرسي ما عندناش اي مشكله. النحاس الحر يا جماعه لافف على الترابيزه كمان داير ما يدور. يعني لو بصينا هنا كده يا استاذي بالكاميرا هنلاقي ان الدوران ده كله نحاس من اول الشغل لاخر الشغل. الترابيزه واقفه على رجل كامله دوران. قطعه زرع قطعه الزان وصلناها زي ما خلقها ربنا سبحانه وتعالى بدون وصولات وبدون اي حاجه، اترسمت على هيئه الرجل، بقت بالمنظر اللي انت شايفه ده. البوفيه يا فندم شيك جدا جدا الله اكبر عليه، وبرضه هيفيد الناس في التخزين. هشرحه لحضراتكم ولو ان هي حاجه شرحه نفسها بنفسها. طبعا قلنا التطعيمات دي كلها نحاس يا فندم حر، مفيش منه مشكله. ملزوق تحتها القشره برضه من نظام السبعات وثمانيات، عاطي ماتشنج رائع وعاطي ذوق جميل. وش البوفيه وهو مقفول كده برضه، يعني انا اقسم بالله لو عندي في البيت دي حاجه متهيألي هصحى كل يوم الصبح هعمل فنجان قهوه واقعد اتفرج عليها يعني. كمان مش بالنا ان هي جميله ان احنا كده بطلنا، لا احنا كمان بنشيل صيني كتير وتخزين كتير لان كلها 4 درج و4 درج. دي ضرفه ودي ضرفتين ودي ضرفه. هجرب في واحده بس مش الضرفه المقفوله. بسم الله مثال معانا اهي. بسم الله الله اكبر. دي الضرفه الوساطه، هنا الضرفه اليمين، هنا الضرفه الشمال. حاجه في منتهى الرقي. كل حاجه من الضرف دي اخده رف جوه برضه عشان يساعد عروستنا في التخزين. وهنا رسومات على الاعشاب يا فندم زي ما حضرتك شايف. الفن دمياط وجمال دمياط وسحر دمياط وادب دمياط واخلاق دمياط ورجاله دمياط. باكد مره واثنين وثلاثه انا منك وزيك وقلبي عليك وهفضل كده. محدش هيتصل بيا يقول لي ما عادش تقول اسعار على عام وانا هقول له حاضر. انا مش هعمل ده مهما يكون اللي بيكلمني ده مين. انا ما بحرقش حد، انا بفهمك يا فندم وبفهم الناس النهارده تعبانه وبتعاني في لقمه العيش، الحاجه بقت غاليه. بفهمهم باسعار الموبيليا الحقيقيه بحيث ان الزبون ينزل. انا بقول للناس تعالوا دمياط، ما بقولش لحد تعالى للزيات، بقول تعالوا دمياط. اقسم بالله كنا سبب في نزول ناس عملاء لمدينه دمياط اشتروا روحوا بدون ما عنينا طرقاهم، وعرفنا بعد كده من مكالمات شكر لينا ان هم اتكرموا في دمياط. والله ولا اعرف هم مين ولا اشتروا من عند مين. سعر الغرفه دي يا فندم ما تخليش حد يضحك عليك. سعر الغرفه دي 51,000 جنيه. لو لقيتها يا فندم ب 51,000 جنيه ناقصه جنيه روح هاتها.
لقيتها ب 54 و58 و69 و74 واي كلام، ويتقال لك بعدها يا فندم تعالى اشتريها من مبادره تعالى دمياط او رن لنا واحنا نجيبها لك لغايه باب السفره دي. يا جماعه هشرحها لكم دلوقتي، مش اول مره تنزل القناه، تاني مره بالمقاس الصغير، الحاجه الممتازه جدا. بس قبل ما تتفرجوا على الفيديو، السفره دي مشهوره قوي داخل جمهوريه مصر العربيه باسم معرض بالانجلش كلكم عارفينه، وما بحبش اجيب سيره حد، بس احنا بنبيعها هنا بالسعر الاصلي بتاعها. هفرجكم عليها واعرفكم سعرها الاصلي، اتفرج عليها يا فندم في السوق كله، وبعد كده اختار هتطلبها من مبادره تعالى دمياط ولا من مكان تاني. يلا نتفرج على السفره مع بعض. مبدئيا السفره ترابيزتها قصه جميله وحكايه فنيه. السفره لونها شامبين، وممكن حضرتك تطلبها باي لون يعجبك. مجرد ما تاخد نظره بسيطه على السفره هتعرفها، لان هي مشهوره جدا يا جماعه وترند، واحنا بنقول لكم ان هي مشهوره واحنا عارفين ان هي مشهوره. التخانات بقى في الاخشاب وفن الاخشاب دي لعبتنا، وانتوا عارفين ان احنا لو هنصور حاجه في مبادره تعالى دمياط اكيد مش هنصور غير النجاره الاصليه. في لقطه جميله في البوفيه، 1 2 3 4 ادراج للناس اللي بتجيب صيني ما شاء الله، هيناسبهم الموديل ده قوي. دي ضرفه فتح وقفل، ونبص هنا على تخانه الخشب نعرف عبده بيصور لنا ايه. الضرفه الاخيره برضو نفس الموضوع، ونبص برضو على تخانه الخشب عشان نعرف عبده بيصور لنا ايه. البوفيه واقف على رجلين له كنز جميله قوي، اجدى دق ناعم، واللون السفرة انا قلت لحضراتكم شامبين، ومعمول الازاز بتاعها فوميه، ده برضو مكلف. الاتنين بونسوار زي ما حضرتك شايف، ومزودين عليهم سيستم ليد واضاءه بكذا لون، هتلاقي فيها اللون الابيض واللون الاصفر في الاضاءه بتاعت الغرفه دي. الاتنين بونسوار طبعا، كله بونسوار، ضرفه منفصله زي ما حضرتك شايف. ده اخو ده. الستة كرسي بتوع الغرفه دول 4 اخوات زي ما حضرتك شايف، الدق الناعم والرجل اللوكانز والشغل الجميل. ده الكرسي الاولاني، الاثنين الماستر زي ما حضرتك شايف. الناس اللي عايزه تعرف سعر السفره، سعر السفره دي انا قلت لكم مسمع بعد ال 48 وانت طالع، حسب بقى المعرض وحسب المكان وحسب الابله اللي بتعرض لكم الشغل. السفره دي يا جماعه متاحه عندنا بالاشتراك مع الاستاذ مصطفى الحلبي في مبادره تعالى دمياط، سعرها فقط لا غير 43,000 جنيه سعر اليوم اخر يناير. سعر اليوم اخر يناير يعني لغايه اخر الزيادات، وهي واقفه قدامكم كده ثمنها 43,000 جنيه. رزق اللي بيشتري السفره قدامكم يا جماعه، تابعوها. مبروك على اللي هيشتريها مقدما، ورزق صاحب النصيب. السفره الالترا مودرن 2023. الناس اللي بتسالني على الشغل الحديث بتاع السنه الجديده، الموديل ده يا جماعه في منتهى الشياكه، لسه نازل معانا، حاجه في منتهى الرقي زي ما انتم شايفينه. بيعتمد على اخشاب الزمن الاحمر وتقطيعات الاستانلس. هشرح لكم دلوقتي الغرفه بعد ما اديكم فكره جميله عنها. كمان السفره دي يا جماعه فيها من المميزات، معاها 4 كراسي وكنبه، مش هم 6 كرسي، 4 كراسي وكنبه. الترابيزه بتاعتها اجمل من النيش واجمل من البوفيه. السفره معاها سيستم ليد كليا. هقوم دلوقتي افرج حضراتكم فتح وقفل، وهفرجكم شغل الغرفه كامل. لون بني على تقفيل القشره الافريقي اللي انتوا بتحبوه. حطوا لنا لايك دلوقتي، بشكر حضراتكم على اللايك. الكنبه بتاعت الغرفه ممتازه، الادراج ممتازه، النيش فيه 2 ضرفه وضرفه ودرجين، دي حاجه حديثه اصلا ما اتعملتش. احنا متعودين دايما ان النيش بيبقى ضرفتين، انما النيش بضرفتين وضرفه ودرجين، دي حاجه جميله. يلا افرجكم تفاصيل الغرفه. ترابيزه اصلا مميزه جدا زي ما انت شايف، رجل مكسحه، اللون البني اصلا ترند. الكنبه الكبيره دي بدل كرسيين، يعني بتخلي عندنا البيت مميز مختلف عن الناس كلها. طبعا تقطيعات في وش الترابيزه زي ما احنا شايفين مع بعض. الكرسي بتاعها انت ما تقدرش تشيله، الكرسي بتاعها ما تقدرش تشيله. الذوق الصدفي القديم، مع ان الجلد المقلوب ده والموديلات دي الترا مودرن 2023. طبعا يا جماعه انتوا اتفرجتوا على النيش بتاع الغرفه زي ما احنا شايفين، ضرفتين فتح وقفل على 3 رفوف ازاز. الغرفه دي يا جماعه نفس الدهان بره، نفس الدهان بره هو الدهان اللي جوه الغرفه، يخلي الشغل راقي قوي. رزق صاحب النصيب. قلت لكم النيش ده مختلف، احنا متعودين ان النيش يبقى ضرفتين، احنا شفنا الضرفتين. طب احنا معانا هنا اضافي ضرفه كمان تديني ذوق راقي قوي. مجموعه الدورين دول، وحدتين الدور دول بيدوني برضه ذوق راقي قوي. رزق صاحب النصيب والله يا جماعه.
بنقول السعر على العام، هنقول السعر دلوقتي حالا. هنا برضه الدورين اهو والضرفتين اهو، حاجه في منتهى الشياكه في البوفيه. بوريكم دايما يا جماعه الجميل من مدينه دمياط، مش اي شغل بنصوره وخلاص، اي شغل بينزل المبادره بنضمنه شخصيا 10 سنين لما بنبيعه عن طريقنا ضد عيوب الصناعه، والرقم مش قليل. نحاول نوريكم المميز داخل مدينه دمياط، وبنقول الاسعار على العام عشان حضرتك تكون عارف وانت بتشتري من عندنا اونلاين او وانت جاي لنا دمياط تبقى واخد فكره عن الاسعار. وحتى لو حبيت تشتري من مكان بعيد عننا خالص تكون حضرتك عارف فرق السعر ايه والدنيا بتروح لفين. السفره دي يا فندم بتتباع في السوق ب 42,000 جنيه. لو قلت لي الخصم اللي معمول لها في مبادره تعالى دمياط، السفره دي بتاعت عم نبيل الضماطي وعاملين عليها بالاشتراك معايا عرض، وبنبيعها لحضراتكم ب 34,000 جنيه. وانا عايز اي حد يجيب سعر احسن مني يقول لي يا باشمهندس تعالى صور عندي وصور لاخواتي في دمياط مجانا، ما بناخدش من حد حاجه. عايزين ننهض ببلدنا ونعلى ببلدنا ونفيد الناس كمان. المنتج الاساس بيطلع من عندنا بيروح معارض معينه بتصرف سبونسر كتير وبتكسب منكم كتير، والعريس النهارده غلبان وظروفه زي ظروفنا، عايزين نحس ببعض ونكون ايد واحده. حاسه يا جماعه للناس اللي بتستناها، السفره النحاس دي معروضه على القناه بتاعتنا بقى لها حوالي شهرين، واشتراها من عندنا عم نسيم مقيم في النمسا ومن اهالي القاهره الجميله. السفره عملناها لكم تاني يا جماعه، واللي عايزها مزود حاولنا نلم كتير قوي وما نعلاش بارتفاع الاسعار، لان بكل صدق واخلاص هي كانت موجوده خشب اتحملت والنحاس كان موجود معاها خشب، اتحملت زيادات في الدهانات والتشطيب والرخام والازاز فقط لا غير. سفره ناجحه قوي وسفره راقيه قوي وسفره عاليه قوي، واللي يشتريها وفر 20,000 جنيه لان بيتقال في الشغل ده اسعار فلكيه. يلا نتفرج على السفره مع بعض، حاجه في منتهى الشياكه والرقي. سفره نحاس يا جماعه اصليه، وهنقول السعر على العام. هواة الذوق الرفيع وهواة الفن والموبيليا المختلفه والحاجه الناجحه قوي والراقيه قوي، كل ده يا فندم نحاس حر، نحاس حر، نحاس حر. هفاجئكم بسعر السفره ما يجيبش حق النحاس الحر، لا لمحه كده المحوا بس البوفيه ككل، وبعدين ارجعوا لي نبدا نتفرج على السفره بعد ما نصلي على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. النيش بتاع الغرفه يا فندم بالمنظر الجميل ده، الكاميرا جابت هنا عشان في تحت شغل نحاس كتير قوي. السفره مكونه من 3 ضرفه زجاج. دي الضرفه الاولانيه يا فندم معانا، دي الضرفه الثانيه زيها بالظبط برضه، يبقى كده دي ضرفه ازاز، دي ضرفه ازاز، ودي ضرفه مستقله الضرفه الوسطانيه. معمول خزنه ادراج يا فندم 3 درج في الضرفه الوسطانيه، بتساعد حضرتك على تخزين الصيني بتاعها. النحاس ماسك في القاعده والبرميطه من اولها لغايه اخرها، والنيش واقف على رجلين ورجلين مدوره. يلا نتفرج على البوفيه. البوفيه زي ما انتم شايفين يا جماعه اصلا تحفه، دي حاجه عايزه قصر، صعب تتحط في بيت والله، عايزه قصر. البرواز بانوراما فك وربط بيبتدي من هنا وبيمشي زي ما حضرتك شايف كده معانا معانا معانا. كل ده نحاس حر باكد عليكم لغايه الارض تاني. الرخامه دي بيضه اسباني مشرحه باحمر، نعرف ان هي اسباني. عملنا لكم فن بقى في البوفيه، درج ودرج، طبعا درج جانبي ودرج جانبي، معايا 4 ادراج يشيلوا معانا استخداماتهم. لو جينا نبص على النجار يا فندم، شوف لي التخانه دي كده واحكم عليها، وهتجيلي لما تجيب نجار معاك او 2 أو 3 أو 4 ما عنديش اي مشكله، يعرفونا ويتعرفوا علينا، تعرف انت بتشتري من دمياط ايه. دي ضرفه يا فندم بدوران، ودي ضرفه برضه بدوران. نفس السفره لو حضراتكم قارنتوا بالسفره اللي كانت هنا في نفس المكان واتباعت، هتعرفوا ان احنا شغلنا مصنعين للاساس. تخانه معايا يا فندم الابلكاش السي واخشاب الزن الاحمر والفن الموبيليا ودمياط وجمال دمياط. الترابيزه لوحدها اقسم بالله سفره، ترابيزه لوحدها اقسم بالله سفره. زي ما انتم شايفين كده يا فندم 4 رجلين موصولين لبعض بالطريقه اللي حضرتك شايفها، و6 كرسي احلى من بعض، ممكن يبقوا 8 بالطلب يا فندم او بالحجز. الكرسي بتاع السفره يا فندم برضه يفك اكتر من موديل، يعني حاجه عاليه قوي، مليان خشب من 5 سم زي ما انتم شايفين كده. النحاس برضه ماسك هنا قطعه كبيره، قطعتين صغيرين، قطعه وش،
قطعة رئيسية فوق رزق اللي بيشتري. هتسألني على سعر السفرة دي. سعر السفرة دي يا فندم مفيش 55 ولا 65 ولا 69 ولا كلام من الكلام العبيط ده. بنبيع السفرة دي يا فندم ب 47 و500. 47 و500. اعمل زينا بقى اللي بتزعق لنا وتقول لنا ما تحرقش الشغل على العام وما تقولش السعر على العام. اعمل زينا وبيع ب 47 و500 وقول سعرك على العام، واحنا لو جالنا زبون هنقول له يجي لك احسن ما تزعق لنا وتقول لنا ما تحرقوش الشغل. لا احنا شباب وحاسين بالشباب اللي زينا. احنا بنعاني النهارده عشان نجيب سندوتش فول كده وفلافل او فول وطعميه بنعاني، ما بالك بالعريس النهارده اللي بيشتري موبيليا وعايز يشتري شيء غالي وقيم. 47500 من داخل مبادره تعالى دمياط. رزق اللي بيشتري ورزق اللي بينفذ. البوفيه قدامك والنيش كمان قدامك. سفرة نحاس اصليه يا فندم ثمنها 47500. ادعمنا بلايك وشير ومتابعه وحط لنا سبسكرايب عشان تشوفوا